اخطر حاجة ممكن تحصل للفنان انه يفشل؟ لا، اخطر حاجة انه ينجح نجاح يخلي الناس تنسى اسمه وتفتكر اسم الشخصية اكتر منه. كل فنان بيحلم بدور يغير حياته، لكن قليل اللي يعرف ان نفس الدور ده ممكن يبقى بداية اكبر اختبار في حياته. حلقتنا النهاردة عن لعنة الكاركتر. هنرجع لاشهر الشخصيات وهنكتشف سؤال واحد: مين كان بيلعب الشخصية ومين الشخصية هي اللي لعبت بيه؟ أنا إيمان القصاص وده سيناريو. اقرأ معايا المشهد. بتبصبص على لحم بطنك. علي الكسار ما كانش بيدور على إفيه يضحك الناس، كان بيدور على شخصية يعيش بيها في وجدانهم. ولما ابتكر عثمان عبد الباسط ما خلقش مجرد خادم نوبي طيب وخفيف الدم، لكنه خلق إنسان كامل له طريقة مشي ولهجة ونظرات وحضور يخلي الجمهور يبتسم أول ما يشوفه قبل ما ينطق كلمة. ودي كانت عبقريته الحقيقة، إنه ما قدمش كاركتر لكنه صنع هوية. الجمهور حب عثمان عبد الباسط بجنونه وبقى يروح المسرح مخصوص عشان يشوف الشخصية دي. النجاح كان ساحق، لكن زي أي نجاح كبير بدأ الخطر يظهر. المنتجين بقوا عايزين نفس الشخصية في كل عمل، والجمهور بقى يقارن أي دور جديد بعثمان عبد الباسط. وهنا بدأ الكاركتر يتحول من سلم طلع عليه علي الكسار لقيد بقى متعلق في رقبته. علي الكسار فضل يطور في الشخصية ويضيف لها تفاصيل جديدة، لكن السينما نفسها كانت بتتغير والجمهور ذوقه بيتغير، وظهر جيل جديد من نجوم الكوميديا وفي مقدمتهم إسماعيل ياسين. حاول يقدم أعمال متنوعة ومن بينها فيلم علي بابا والأربعين حرامي نفس الشخصية اللي حبها. ومع مرور الوقت وفي آخر سنين عمره قبل رحيله كان بيشارك في أدوار صغيرة بعد سنين طويلة من تصدره لأفيشات المسرح والسينما. ورغم ده كله فضل عثمان عبد الباسط واحد من أشهر الشخصيات في تاريخ الكوميديا المصرية، وبقى اسمه يعايش لغاية النهاردة، لكنه من أكبر ضحايا الوقوع في فخ الكاركتر. لكن لو علي الكسار دفع ثمن النجاح بعد سنين، فالفنان اللي جاي دفع الثمن وهو في قمة المجد. هو بعينه بلمطته بغلبته. في الأربعينات والخمسينات كان في نجم واحد يقدر يخلي الجمهور يضحك قبل ما ينطق كلمة واحدة: إسماعيل ياسين. لكن اللي الناس كتير ما تعرفوش إن إسماعيل ياسين ما كانش بيبيع ضحك، كان بيبيع شخصية كاملة. شخصية الراجل الساذج الطيب اللي بيخاف بسرعة وبيتورط أسرع وبيخرج من كل أزمة بطريقته العفوية. الناس ما كانتش رايحة تتفرج على قصة الفيلم، الناس كانت رايحة تتفرج على سمعة. النجاح كان غير طبيعي، اسمه اتحط على سلسلة كاملة من الأفلام: إسماعيل ياسين في الجيش، إسماعيل ياسين في الأسطول، إسماعيل ياسين في الطيران، في البوليس وغيرها. ودي كانت ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ السينما المصرية. المنتجين كانوا مطمنين إن مجرد وجود إسماعيل ياسين على الأفيش كفاية يبيع التذاكر، فبقوا يطلبوا نفس الشخصية كل مرة بنفس الروح بنفس الإيقاع. لكن النجاح السريع ليه تمن. في أوقات كتير كان إسماعيل ياسين بيصور عدد كبير جدا من الأفلام في وقت واحد، وده أثر على جودة بعض الأعمال، لأن الوقت ما كانش يسمح بالتجريب أو تطوير الشخصية. بقى مطلوب منه يضحك الناس بسرعة مش يفاجئهم. كل ما يحاول يخرج بره النمط ده المنتجين كانوا يرجعوه لنفس المنطقة الآمنة. ومع الوقت الكاركتر بقى أقوى من أي محاولة تغيير. في أواخر حياته اتغيرت السينما وظهر جيل جديد، وتراجع الإقبال على نوعية الأفلام اللي اتشهر بيها، قلت البطولات ودخل في أزمة مالية وصحية، واضطر يقبل أدوار أصغر مما يستحقها نجم بحجمه. والمشهد المؤلم إن واحد من أهم من ضحكوا المصريين عاش آخر أيامه بعيد عن نفس الأضواء اللي صنعت مجده. لكن لو علي الكسار وإسماعيل ياسين وقعوا في فخ إن الناس حبت الشخصية أكتر من الفنان، فالفنان اللي جاي عمل حاجة مختلفة. ما حاولش يهرب من الكاركتر، بالعكس فضل يطوره ويضيف له لحد ما بقى جزء من تاريخ الفن الشعبي.
انا عبد الرحيم بيه كبير رحمه جبلي. في ناس بتعمل شخصية ناجحة وفي ناس بتخلق عالم كامل، ومحمد التبعي كان من النوع التاني. الغريب إن الراجل اللي الناس كلها صدقته إنه صعيدي أصيل كان أصلاً بورسعيدي، عمره ما عاش في الصعيد، لكنه عاش وسط ناس كتير من أبناء الصعيد، سمعهم، راقبهم، حفظ طريقة كلامهم وفهم طبيعتهم، ولما وقف قدام الكاميرا الناس صدقته. البداية كانت لما شافوا المخرج عباس كامل على المسرح وكان بيدور على ممثل يعمل شخصية كبير الرحمية. وهنا الفرق الكبير بين محمد التبعي وبين ناس كتير وقعوا في فخ الكاركتر. هو ما كانش بيكرر الشخصية، كان كل مرة يضيف لها حاجة جديدة. الجمهور كان يدخل الفيلم وهو عارف إنه هيشوف كبير الرحمية، لكنه يخرج حاسس إنه شاف موقف جديد أو إفيه جديد أو تفصيلة جديدة. نجاح الشخصية خرج من السينما ووصل للتلفزيون، واتعملت حلقات بعنوان مغامرات كبير الرحمية، وبعدها أسس محمد التبعي فرقة مسرحية باسم الشخصية نفسها ولف بيها محافظات مصر، وشارك معاه نجوم كبار زي نعيم الصغير وشكوكو والكحلاوي وشفيق جلال والسيد بدير وغيرهم. والأجمل إن الشخصية ما حبستوش، بالعكس فتحت له أبواب جديدة، لأنه كان فاهم إن النجاح مش معناه التكرار، النجاح معناه إنك كل مرة تدي الجمهور جديد يحب الشخصية أكتر. ومن الأفلام اللي ظهرت فيها الشخصية فيلم لسانك حصانك، اللي كان بيقدم رسالة عن التعليم ومحاربة الجهل والخرافات في الريف، وده يورينا إن الكاركتر ممكن يضحك الناس وفي نفس الوقت يقول فكرة. آخر أعمال محمد التبعي كان فيلم دكتور بالعافية، وبعده وهو واقف على المسرح اللي عاش عمره كله فوقه أصيب بجلطة في المخ، نقل لمستشفى القصر العيني وفضل 11 يوم قبل ما يرحل في 11 ديسمبر 1964. يمكن تكون دي أجمل نهاية الفنان عاش حياته كلها بين الجمهور، إنه يفضل واقف على المسرح لآخر لحظة. محمد التبعي ما حاولش يهرب من الكاركتر، لكنه كمان ما خلاش الكاركتر يسيطر عليه، كل مرة كان يضيف له من روحه، ففضل كبير الرحمية يعيش من غير ما يسجن الفنان اللي صنعه. لكن الشخصية اللي جاية حققت نجاح محدش كان يتخيله. على النبي صبح صبح يا عم الحاج. شخصية نقلت صاحبها من ممثل موهوب لنجم شباك، لكنها في نفس الوقت كانت بداية أصعب وأخطر معركة في حياته الفنية. الغريب إن الليمبي في البداية ما كانش بطل، كان مجرد شخصية ظهرت في فيلم الناظر سنة 2000. ايه ده يا استاذ ليمبي؟ انت في حد مذاكر على ظهرك؟ دي نوسة، الله يمسيها بالخير. لكن أول ما ظهر على الشاشة الجمهور اتعلق بيه بشكل غير طبيعي، ضحكته، طريقته في الكلام، حركاته، تلقائيته، كلها خلت الناس تخرج من السينما وهي بتتكلم عن الليمبي أكتر ما بتتكلم عن الفيلم نفسه. يا رب أنا عارف. المنتجين فهموا الرسالة بسرعة، الجمهور عايز الليمبي، فاتعمل فيلم باسمه وحقق نجاح جماهيري كبير، وحجز لمحمد سعد مكانة مختلفة تماماً في شباك التذاكر. لكن في نفس الوقت الفيلم عمل جدل كبير وتعرض لانتقادات من بعض النقاد بسبب نوعية الكوميديا وبعض المشاهد، لكن الجمهور كان شايف في ظاهرة جديدة ما تشبهش حد، ومحمد سعد وقتها أثبت إنه مش ممثل شخصية واحدة. في اللي بالي بالك قدم شخصيتين مختلفتين، الليمبي ورياض المنفلوطي، ونجح في الاتنين، وكتير اعتبروا الفيلم من أفضل محطاته الكوميدية لأنه كشف إن عنده أدوات تمثيل أكبر من مجرد لازمات وإفيهات. لكن بعد النجاح الكبير حصل اللي بيحصل مع نجوم كتير، الليمبي بقى معيار النجاح، بدأ محمد سعد يقدم شخصيات جديدة بأسماء مختلفة زي عوكل وبوحة وكركر، لكن الجمهور كان حاسس إنه بيشاهد الروح نفسها. في البداية استمرت الإيرادات قوية، لكن مع الوقت بدأ الإحساس بالتكرار وبدأت بعض الأفلام تحقق نتائج أقل. والحقيقة إن محمد سعد
كان يقدر يعمل أكتر من كده. قبل الليمبي قدم أدوار درامية في الطريق إلى إيلات وما زال النيل يجري والشارع الجديد، وكان واضح إنه ممثل يمتلك أدوات متنوعة. ولما ظهر في فيلم الكنز مع شريف عرفة بدور بعيد تماماً عن الكوميديا، ناس كتير قالت يمكن دي بداية مرحلة جديدة في مشواره. لكن المرحلة دي ما استمرتش للأسف. كان عنده فرصة كبيرة إنه يخرج من السجن اللي اتحبس فيه سنين طويلة. رجع مرة تانية بكامل إرادته وفضل يدور في نفس الدايرة، وكان الجمهور نفسه بيدور على مفاجأة جديدة يقدمها له فنانه المفضل. وهنا لازم نبقى منصفين، محمد سعد أكتر فنان في الحلقة دي استفاد من الكاركتر، وأكتر فنان دفع ثمنه غالي من جماهيريته ورصيده الفني عند الجمهور. لكن الفنان اللي جاي كان شايف الفخ من بدري وحاول يهرب منه بطريقته، فهل نجح فعلا ولا اللعنة كانت أذكى منه؟ تعالوا نشوف. أنا الكبير. مش كل فنان بيقع في لعنة الكاركتر من غير ما يحس. في فنانين بيشوفوا الفخ من بعيد ويحاولوا يهربوا منه، وأحمد مكي كان واحد منهم. البداية ما كانتش مع الكبير، البداية كانت مع هيثم دبور. الشخصية ظهرت في مسلسل تامر وشوقية وكانت في الأول مجرد دور مساعد، لكن خفة دم مكي لفتت الأنظار وكبرت مساحة الشخصية مع نجاحها. بعدها اختاروا عادل إمام يشاركوا في فيلم مرجان أحمد مرجان، وكانت خطوة مهمة نقلته لجمهور أكبر. وبعدها قدم فيلم اتش دبور وحقق نجاح كبير. بعدها بسنة تقريبا ظهر الكاركتر اللي هيغير مشواره كله، الكبير ما كانش مجرد عمدة للصعيد، كان عالم كامل له طريقة كلام وإفيهات ولبس وتفاصيل وشخصيات عايشة حواليه. بس بغير أنا العترة. وأنا الكبير قوي. وكنت أنا النتيجة يا أبوي. يا ولدي سيبني أكمل يا ولدي، هموت منيك. لكن ذكاء أحمد مكي إنه ما حبسش نفسه في شخصية واحدة، خلق جوني وحزلقوم بيتنقل بينهم في نفس العمل، وكأنه بيقول للجمهور أنا هفضل أفاجئكم حتى وأنا جوه نفس المسلسل. وده اللي خلى الكبير قوي يبقى واحد من أنجح المسلسلات الكوميدية في رمضان لسنين طويلة. كل موسم كان الجمهور مستني الشخصيات ومستني كمان الإضافات الجديدة، لكن للأسف مفيش نجاح بيستمر بنفس القوة للأبد. مع كثرة المواسم بدأ بعض الجمهور يحس إن المفاجأة قلت وإن بعض الإفيهات بقت مألوفة. صحيح دخول شخصيات جديدة زي مربوحة ووجود ممثلين زي مصطفى غريب وحاتم صلاح ضخ دم جديد في العمل، لكن بريق المواسم الأولى عند قطاع من الجمهور ما تكررش بنفس الدرجة. وللأسف المواسم الأخيرة ما نجحتش، ووقع أحمد مكي في فخ التكرار، وبالتالي أصابه لعنة الكاركتر بعد محاولات كتير للهروب من السجن ده. لكن كل اللي شفناهم لحد دلوقتي كان عندهم فرصة يختاروا أو على الأقل يحاولوا. الفنانة اللي جاية يمكن ما كانش عندها الاختيار أصلاً، لأن السوق هو اللي اختار لها شخصيتها. لقوا على السجن احسن نفوخ يقع على الارض كده. في فنان بيختار الكاركتر وفي كاركتر بيختار الفنان، لكن زينات صدقي كانت حكايتها مختلفة. هي ما اختارتش شخصية العانس. ايه فايدة الحلاوة الحلوة من غير ما حد يحل بيها يا ام كامل؟ السوق هو اللي اختارها لها. زينات صدقي كانت واحدة من أهم نجمات الكوميديا في السينما المصرية، حضور طاغي، خفة دم نادرة، سرعة بديهة خلتها شريك أساسي لنجوم كبار زي إسماعيل ياسين، وقدمت معاه أفلام لسه عايشة لحد النهاردة زي ابن حميدو والأنسة حنفي وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين. لكن كل نجاح كانت تحققه كان بيرجعها لنفس الدور، البنت اللي مستنية عريس، العانس، صاحبة الدعوات والإفيهات اللي الجمهور يحفظها من أول مرة. المنتجين وقتها كانوا مؤمنين بحاجة واحدة، طالما الشخصية نجحت يبقى نكررها، ومحدش كان بيسأل زينات تقدر تعمل إيه كمان.
لكن السؤال الوحيد زينات هتقول إيه المرة دي وهي بتدور على عريس. ومع الوقت الشخصية بقت أقوى من الممثلة، لدرجة إن ناس كتير افتكروا إن زينات صدقي ما تعرفش تعمل غير النوع ده من الأدوار، رغم اللي يتفرج على أدائها كويس يكتشف ممثلة عندها إحساس عالي وقدرة على الأداء كانت تسمح لها تقدم أدوار تانية كتير. وده يمكن يكون أصعب نوع من أنواع لعنة الكاركتر، إن الفنان أصلاً ما يبقاش هو اللي اختار السجن. في سنينها الأخيرة بعدت عن الأضواء ومرت بظروف مادية صعبة، وقررت الدولة صرف معاش استثنائي تقديراً لمشوارها الفني. ورغم قسوة النهاية فضل حب الناس ليها أكبر من أي تكريم، لأن كل مشهد ظهرت فيه كان كفيل إنه يسرق الضحكة. يمكن زينات صدقي ما قدرتش تكسر القالب اللي اتحطت فيه، لكنها أثبتت إن الموهبة الحقيقية تقدر تعيش حتى لو مساحة الدور كانت صغيرة. بعد كل الحكايات دي يمكن اكتشفنا إن الكاركتر عمره ما كان المشكلة كانت دايماً في طريقة التعامل معاه. يمكن علشان كده السؤال مش هل الكاركتر نعمة ولا لعنة، السؤال الحقيقي إمتى الفنان يعرف يسيب الشخصية قبل ما الشخصية تسيبه، لأن النجاح ممكن يصنع نجم، لكن اللي يحافظ على النجومية هي القدرة على التجديد، والجمهور بيحب اللي يعرف يفاجئه، والتاريخ دايماً بيفتكر الفنان اللي عرف يتغير في الوقت المناسب. أنا إيمان القصاص وده كان سيناريو.